أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ وإيه أول حاجة ربنا خلقها؟ وإيه هو ترتيب المخلوقات؟ وربنا أمر القلم إنه يكتب إيه؟ ويا ترى إيه فوق السماوات السبع؟ تعالوا معايا أقول لكم الحكاية باختصار. أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ لما بيجي في بالك السؤال ده بتحس إنه غلط إنك تسأله، ولكن في صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاوبه على السؤال ده وقال له: كان في عماء اللي هو السحاب، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. والحديث ده موافق للقرآن الكريم في قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، يبقى عرش الرحمن كان على الماء سبحانه وتعالى. والعرش هو كرسي الملك، عرش الرحمن عرش عظيم يليق به سبحانه وتعالى، العقل البشري ما يقدرش اصلا يستوعب عظمته، من اعظم المخلوقات والملائكه بتحمله. اسمع الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بيقول ايه؟ بيقول: وهو كالقبة على العالم، وهو سقف العالم كله، وهو سقف الجنه ايضا، فهو سقف العالم وليس فوقه شيء الا الله سبحانه وتعالى. يعني العرش هو سقف كل مخلوق ربنا خلقه، حتى اعلى منازل الجنه الفردوس الاعلى سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يعني سماء الفردوس الأعلى هو عرش ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين منهما كما بين السماء والأرض، الفردوس أعلاها درجة ومن فوقها يكون العرش. وبعد ما ربنا خلق العرش والماء خلق القلم، وأمر ربنا سبحانه وتعالى القلم إنه يكتب مقادير كل المخلوقات ليوم الساعة، فكتبها في لوح اسمه اللوح المحفوظ، كل حاجة هتحصل للإنسان في حياته لحد ما يموت. وبعدها ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات، وهم من أعظم المخلوقات. وربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض في 4 أيام، الأرض نفسها في يومين، والجبال والجماد وما بينهم في يومين تانيين، يبقى الأرض اتخلقت في 4 أيام، والسماوات السبع في يومين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. على الرغم إن ربنا قادر يقول للأرض والسماء كن فيكون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء في وقت محدد. زي كده الجنين اللي في بطن امه ربنا قادر انه يقول له كن فيكون، ولكن بيقعد 9 شهور ويمر بمراحل وتكوينات لحكمه لا يعلمها الا الله. وربنا سبحانه وتعالى خلق في كل سماء مخلوقات احنا ما نعرفش عنها حاجه، ومن المخلوقات دي الملائكه. والسماء الدنيا ربنا زينها بالنجوم، وفوق السماوات السبع بحر عظيم يحيط بالكون، وفوق البحر ده الكرسي، وفوقيه عرش الرحمن اعظم المخلوقات. طيب ال4 ايام اللي ربنا خلق فيهم الأرض قبل ما يخلق السماوات والشمس والقمر، ربنا خلق الشمس والقمر علشان نقدر نحسب الأيام بيهم، ولكن الأيام اللي ربنا خلق فيهم السماوات والأرض كان طولها مختلف عن أيامنا دي، لأنها كانت قبل خلق الشمس والقمر. ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام، وإحنا بنعرف الأيام بالشمس والقمر من طلوع الشمس لغروبها. طيب ال4 أيام دول أكيد كان ليهم حسبة تانية، لأنهم كانوا قبل خلق الشمس والقمر. وهنا بقى ابن تيمية بيقول: لا ريب أن تلك الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض غير هذه الأيام وغير هذا الزمان الذي هو حركة هذه الأفلاك، وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل السماوات والأرض. طيب إيه هي مدة الأيام دي؟ اليوم عند ربنا سبحانه وتعالى مدته مختلفة عن أيامنا إحنا كبشر، اليوم الواحد عند ربنا سبحانه وتعالى ك1000 سنة من أيامنا إحنا كبشر. وهنا بقى أهل العلم والتفسير اختلفوا، في اللي قال إن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6000 سنة، لأن اليوم عند ربنا سبحانه وتعالى ب1000 سنة من أيامنا، وفي اللي قال إنهم 6 أيام زي أيامنا. ومعنى كده إن يوم القيامة هيكون سنين من أيامنا، يوم واحد ولكن طويل جدا مقداره 50,000 سنة، يوم ربنا هيحاسب فيه كل البشر والمخلوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن اليوم الواحد يوم القيامة
ب1000 سنة ونص اليوم ب500 سنة. والمؤمن يوم القيامة أول ما يخرج من قبره هتتلقاه الملائكة عشان تهديه. ربنا يجعلنا من المؤمنين الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة ويقال لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الحلقة في التعليقات، وأهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على صفحة الفيسبوك والتيك توك والإنستجرام. هسيب لكم كل رابط الحسابات في صندوق الوصف.